In a world full of مفاجآت. only one channel مش هتصدقوا ليه تاني، مش هتصدقوا ليه تاني. I'm here is keeping them honest. سوفت فن. Story. ده $1000 راحت عليك يا جوحة. انا من الاشخاص اللي بعشق المفاجآت، بحب اتفاجئ بفلوس في الشارع. ياه بجد مفيش شعور احسن من انك تلاقي فلوس. كل الحياة بتبقى مثيرة، وانا بحب الاثارة والتشويق، وفي ناس كتيرة زيي بحب حاجات كتيرة تطلع لي في حياتي انا مش متوقعها. عشان كده انا بحب اتفرج على نوعية فيديوهات على اليوتيوب، هي فيديوهات كتيرة قوي عن حاجة الصندوق العشوائي المظلم. الكرتونة دي نجيب الصندوق العشوائي، اشتريته من على موقع عشوائي من دارك ويب. الصندوق ده يا بنات $1000. موقع مظلم على الايباد $1000. من اشد انواع الفيديوهات اللي انا بعشقها. انا بحب اتفرج على الفيديوهات دي عشان انا نفسي اجيب الصناديق دي في يوم من الايام. ايه اللي جواه؟ نيفر نو. $1000، 17,000 جنيه. انا اول لما يجيلي 17,000 جنيه اول حاجه هجيبها اكيد الصندوق العشوائي المظلم. طبعا هم بيشتروها من مواقع مظلمه او من الديب ويب، او مش الديب ويب، الدارك ويب. بس للاسف احنا كلنا فقراء، والناس اللي بتتفرج على الفيديو ده اكيد ما عندهمش 17,000 جنيه عشان يجيبوا الصندوق المظلم. عشان كده بدل ما نحوش ال 17,000 جنيه ونجيب الصندوق، انا جمعت شويه فيديوهات يعرفنا الصناديق دي ممكن يكون فيها ايه. مين يبقى معاه 17,000 اكتر من 17,000 جنيه ويجيب الصندوق ده $3,000. ده في فيديوهات فيه كمان وصل ل $3,000، 7 مليون مشاهدة. $3,000 يعني 17,000 و17,000 31,000 جنيه. طبعا اكيد انا صدقت، اكيد طبعا هجيبوا صندوق عشوائي ما يعرفوش ايه اللي جواه ب31,000 جنيه. في قنوات كانت بتعمل فلوجز وطبعا ما لقيتش اللي هي جايبه همها، فنقلت تخصص القناه لفتح صناديق بس. القناه دي كانت اهو اول فيديوهين كانوا يعتبر فلوج، مفيش مشاهدات عاليه، فحول القناه لارخص صندوق عشوائي، اطول صندوق عشوائي، اعرض صندوق عشوائي. اشتريت صندوق عشوائي من موقع اي باي، ثمنه $1000. معرفش ايه اللي جواه. هنبدا نفتح الصندوق وانادي على قلبي ويكون في حاجات كويسه. جيب الصندوق بتاعك وتفتحه وتلاقي فيه موبايل غالي جدا، تلاقي فيه حاجات نادره، حاجات اثريه. الصندوق اهو مكتوب عليه اسمي، مكتوب عليه استاذ، مكتوب عليه اسمه بالعربي، شركه الشحن عاملاه بلزق بيتي. المهم كمان اللي لاحظته في الصندوق مكتوب عليه امازون برايم. امازون برايم هي امازون برايم. فانا اصلا شاري الصندوق من على اي باي. ايه علاقه امازون بالموضوع؟ مش عارف. فده حاجه تستحق التامل. حلوه الحبكه دي. انا طالبه من على ايباي، هي اللي من امازون. سبوكي. ما يكونش ده الصندوق الوحيد اللي عندي في البيت. هنبدا نفتح الصندوق ونشوف. يلا بينا. اولا اول حاجه انا لاحظتها في الموضوع ان الصندوق اصلا جواه هنا مفيش يعني اي انا اشتريت كتير من بره. اي حاجه من بره لما بشتريها بتكون الصندوق من جوه كده متغلف بحاجات، يعني متغلف باللي هو البتاع اللي بيطرقع ده، فعشان مثلا لو التكسير ولا حاجه في الشحن. لكن ده مش متغلف باي حاجه، الكرتونه بس وجواها الحاجات اللي فيها. فدي برضو نقطه تستحق التامل. هو فتح البوكس دلوقتي وشاف اللي جواه، الصندوق باين قدامه، وهي دي الحاجه الوحيده اللي تستحق التامل، ان مفيش البتاع اللي بيطرقع ده. برضو ما علينا من ده كله. يمكن يكون في المفاجأة ويكون في حاجة كده اثار كده ونبقى مليونير. يا ابني انت شايف الصندوق حالا، اوريدي الصندوق مفتوح، فانت اوريدي شايف. فلو في اثار انت شفتها. ايه ده؟ كندم. ده كندم. ايه اللي بعتهولي ده؟ كندم. بزازة اطفال. عم بعيدي بقت لي بزازة اطفال يا اخويا. عم بعيدي. ويا ترى دي بقى مستعمله ولا احطها بقي ولا لا؟ هو ده وش الندم لواحد يضيع عليه 17,000 جنيه. المشكله كمان ان ما كانت الحلاقه عليها شعر. انا هقوم اغسل وشي وهذا كده عشان واضح ان ضغطي ارتفع وهيجيني جلطه. احطها فين؟ ده $1000 راحت عليك يا جوحة. 4 مليون فيوز. والفكره بقى ليه؟ لا الفيديو بتاعه طلع ترند، فعمل 3 فيديوهات يشتري صندوق تاني ب30,000 جنيه. يلا بينا بقى المنتج ابو 30,000 جنيه. صندوق كاسات.
قابل للتكسير. 30,000 جنيه. يلا بينا المنتج اللي ب 30,000 جنيه والصندوق مفتوح، صندوق بتاع اطباق صيني. طبعا الصندوق على فكره انا فتحته طبعا لان انتوا عارفين حاجه ب 30,000 جنيه لازم اكيد طبعا يعني مبلغ ضخم بالنسبه لينا احنا كمصريين. اللي هو بيقنعك بحاجه هبله، ما دام الصندوق ب 30,000 جنيه فانا اكيد هفتحه الاول. بكسل كمان اجيب صندوق. فيديو تاني اشتريت صندوق ولقيت فلوس كتير. علينا اكيد مش هتفرج عليه 20 دقيقه تلت ساعه. فضي 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 فضي. مش هتصدقوا لقيت ايه؟ حياتك الحزينه. مش هتصدقوا لقيت ايه؟ مش هتصدقوا لقيت ايه؟ حذر بهزر. حذر بهزر حذر بهزر. أمير. طلع لي $100 شنطه انا لسه حاططها حالا. عن $100. اشكرك يا رب واحمد فضلك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني يعني كل اللي انا اشتريته ده مفيش شعور احلى من انك تلاقي فلوس. اول بوسه في حياتك، اول مرتب ليك في الشغل، الحاجات دي لا. احسن شعور في الدنيا شعور انك تلاقي فلوس في الشارع. بجد شعور مميز جدا. شعور مميز. شعور وانا باخد الفلوس كده من على الارض لسه شايف الفلوس واقعه من الراجل اللي قدامي انا مش هرجعها له. شعور رهيب ان انا اخدها واجري. بجد مفيش شعور احسن من انك تلاقي فلوس. وفي مصر هنا يعني انا في مره كنت ماشي كده في شارع، المهم لقيت 50 جنيه في الارض. يعني انا على طول كده سبحان الله من زمان كده وانا بحلم احلام ان انا امشي الاقي فلوس، وكان بيتكرر معايا الحلم ده كتير ان انا نايم كده وبحلم وشايف نفسي كده في الحلم، طول ما انا ماشي فلوس كده متنطوره على الارض. جست ويرد. ايه الباشن بتاعك؟ ايه اكتر حاجه انت عايزها في حياتك؟ اللي انا اشوف كده فلوس، الاقي فلوس متنطوره على الارض كده واروح اجيبها. فلوس كده متنطوره على الارض وعماله اجيبها اسبوعين او حاجه وانا ماشي كده لقيت 50 جنيه. طبعا هنا في مصر اقول لك نصيحه اقول لك نصيحه والله واتبعها. لو لقيت فلوس في الشارع وخدت الفلوس ما تقعدش تبص حواليك لا شمال ولا يمين، خد الفلوس وامشي على طول. نصيحه، لو لقيت فلوس في الشارع ما ترجعش لصاحبها. هما بس بيكافئوك بالفلوس دي، بيحطوها كده عادي راندم في الشنط. نصيحة مني لوجه الله دايما يا جدعان استمروا على الصدقة اهم شيء. ما اعملش اعلان في نفس الشارع اللي الفلوس ضاعت فيه. لا طبعا. الراجل قدامي اللي الفلوس وقعت منه، لا طبعا اخد الفلوس وامشي، بس اروح اتصدق بيها. يا سلام. القناة دي عملت 7 فيديوهات نفس الثامنيل ونفس الصورة المصغرة. معجون سنان بيصلح شاشة الموبايل المكسورة، وال7 فيديوهات وصلوا للترند. معجون السنان مش بيصلح الشاشات المكسورة، بس للأسف تقريبا الناس ما اقتنعتش بده فقررت المشاهدة 7 مرات عشان تتأكد هل معجون السنان بيصلح الشاشات المتكسرة. ما اقتنعوش بالفيديو الأولاني، لا ما اقتنعوش بالفيديو التاني، ما اقتنعوش بالفيديو السابع. يا جماعة بجد الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات دي، معجون السنان ما بيصلحش الشاشات المكسورة. يعني في ال7 فيديوهات كان بينظف الشاشة بمعجون السنان. 4 مليون فيوز، كام؟ 3 مليون فيوز. 3 مليون فيوز. أين الصفحة التي وقفت عندها آخر مرة؟ يا ترى هتعمل ايه؟ يا ترى 2 مليون واحد. حط سلايه. لو حطيت سلايه هرجع لنفس الصفحه اللي وقفت عندها. فكره عظيمه، فكره رهيبه. في واحده طلع لها في الصندوق العشوائي دواء كحه. اشياء مخيفه وخطيره. انا وزوجي دلوقتي عارفين هي ايه، مكوة شعر. طلع لها ساعه ذهب. المشكله اللي كان فيه كومنت بيقول لها ايه اخبار الساعه، هل طلعت ذهب فعلا؟ فهي ردت عليه قالت فعلا الساعه طلعت ذهب عيار 24 وكانت 22 جرام. جابت لي 16,000 جنيه، بس كنت مضطر ابيعها لان انا وجوزي دافعين 17,000 جنيه في الصندوق العشوائي، والحمد لله خسرنا حاجات بسيطه. دي 700 جنيه في الحاجات الخرده دي، وانا مصريه جايبه الصندوق شحن من موقع مظلم وانا اتغشيت جامد. كل ده بسبب حب الاستطلاع. حب الاستطلاع يا جماعه، حب الاستطلاع اهو، فايده حب الاستطلاع. وبالنسبه للقفل سالت شيخ وقال لي احطه في ميه وملح، وفتحته عشان لو في حاجه معقوده لصاحبتها. لقيت عمل في الصندوق. المشكله اللي بتقول لها كده اسمها ميم، واللي عايز يعمل عمل يعني يبعتوا دوله تانية في صندوق، يبعتوا مصر. ومين الاجانب اللي بتعمل عمل لبعضها؟ ايه الفيديو؟ راجل بريطاني سخر من صديقه المسلم لانه لا ياكل الخنزير. الرد الاله المدمر. ايه صاحبه تحول لخنزير؟ الصندوق ده يا بنات $1000. انت متاكده يا ام اياد اللي انت معاكي $1000؟ كل ده عشان حب الاستطلاع يا ام اياد؟ دول مبسطرينه.
شكلها حاجات قديمة جدا. عرفت منين اللي هي حاجات قديمه؟ ده متشخبط عليها وحالتها حلوه. ايه ده قديمه والله العظيم. قديمة جدا بس شكلها خامتها كويسة. ده تليفون ارضي، خامته ايه اللي كويس؟ موقع مظلم على الايباد، على النت. بيرفكت. ايجيبت، مصر، القاهره، عزبه النخل. الله، ايه ده؟ فيها راوتر؟ في حراوتر؟ الله على الصندوق. طب حاولي يا ماما. دي كوتشينه بس برضو شكلها مش جديد. بص عامله زي مصفرة من هنا. هي نفسها هتيك هما الكوتشينتين على فكره. كوتشينه في ايه؟ ممكن ما تكونش كوتشينه، ايش عرفك ان هي كوتشينه نبقى نفتحها شفناها بعدين. كوتشينه وفي نفس الوقت مكتوب عليها شيفر، فهي تقريبا براند. عادي اتنصب علينا في 17000 جنيه. المهم انها كوتشينه براند مستعمله بس براند. 4 مليون فيو. كيفية استخدام الخميرة لتكبير وتسمين الصدر، سرعة البرق في وقت قياسي، تسمين الصدر بيتسمن. شكرا لأي حد اتفرج على الفيديو، شكرا لبليز تراي هاردر ان هو عامل نوتيفيكيشن، شكرا فشخ، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.